والله ما كان ودي يوصل الموضوع إلى هذه المرحلة. حاولت أحل الموضوع بشكل خاص بعيد عن السوشيال ميديا، لكن ما باليد حيلة. هذه أول مرة بحياتي أدخل فيها بكلاش في السوشيال ميديا. أعتقد إني واجب أبرر، لأني مو من عوايد ولا أعرف حتى أتعامل مع هذه المواضيع. أنا متوتر حتى وأنا أتكلم. على العموم، الأخ والغالي والعزيز، ولا زلت غالي جدا، بلال حداد، طلبت مني توضيح. يا ريت طلبت مني عندك رقمي زين كلمني. على العموم، طلبت مني توضيح انه مساعد يقصد منه لما قال المنحنى صناعه محتوى رايحه منحنى سيء ولازم ردها المنحنى السليم. لو تفتح الواتساب بتشوف يا بلال. العموم، اقصد شخص مجهول غير معروف، مو مشهور اصلا، مو مشهور ولا حتى هو صانع محتوى. حاول يشوه صورتي، فلازم انا ادافع عن نفسي. طلبت نداء للناس، تعالوا، ان في اصوات حقيقيه وفي ناس تبي صناعه محتوى المحترم. لا تخلون هذا الشخص يقعد يسوي الفتنه، يزرعها بين الناس وبين صناع المحتوى. وسبحان الله، وصل الى هدفه. وصل الى هدفه يا بلال. لو انك مكلمني، شوف، لو تفتح تلفونك، مو تو كاتب لك، من ساعات كاتب لك. واول ما نزلت الفيديو، اول واحد كتب تقصد بلال، شوف شنو رديت عليه. لا حبيبي، بلال اخ صديق وعزيز وفوز، واذا هو فاز كاني انا فايز، فوزه هو فوزي. انه لا يزرع الفتنه. هذا قبل لا انت تنزل فيديوك اللي رديت علي فيه وطلبت مني اني اعتذر بساعات. والان على طاري الاعتذار، انت بلال طلبت مني اعتذر، انا ما اعتذر بس منك انت، اعتذر منك انت ومن كل الناس، من صناع محتوى وجماهير وكل الناس. انا مو هدفي ان احنا نزرع الفتن ونخلي الناس يسبون، وللاسف الشديد دشوا علي كثير، سبوني وتلفظوا علي، لكن مسموحين وزي العسل على قلبي. ما بيكون عندي احد خصيم يوم القيامه. ونقول حق ذاك الشخص حسبي الله ونعم الوكيل. وايضا مسموح، مالي خلق يعني اشيل ذنب اي احد. احس اني انا احب الكل، واحس ان الكل يحبني، وما ابي هذه العلاقه تخترب. وبلال حداد، يعني انا قبل اسبوع شايفك، شفت اسرتك الكريمه، شفت عيالك، شفت بنتك، خطبتها لبنتي، انا وياك اتفقنا على هذا الشيء. فاكيد مو معقوله يطلع مني شيء عنك، بس لو طالب ارفع سماعه علي وبرد عليك على طول. العموم، فالمسامح كريم والامور طيبه. ارجوكم استمتعوا في عطله ويكند، يوم جمعه مبارك، ما نبي فيها مشاكل. خلونا كل واحد يركز على حياته، كل واحد عنده مشاكله الخاصه. احب الجميع، لا تنسون، ولا ما ابي ولا احد يشيل شيء علي، وابي الكل يحبني بس، لا اكثر، ولا احترمه ويحترمني. شكرا ويعطيكم العافيه. وهذا راح يكون اخر رد بخصوص المشكله. هي كبرت جدا وما نبيها تكبر اكثر من كذي. وبس اشوف بلال، ها راح اشوفك قريب ان شاء الله باذن الله. راح المك واحضنك وغصبا عنك، وبصور معك وانزلها حق الناس. تمام، وانت بعد راح تلبني. مساء الخير.